واخيرا السفاره المغربيه في باريس كتخرج واحد البلاغ او واحد البيان كتستنكر فيه هذوك الاعتداءات اللي طراو البارح على هذوك البنات اللي كانوا تيمثلوا المغرب في اليونسكو، ولا حتى داك الاعتداء اللي كان على البنات في المعرض في بورت دو فيرساي. وفي نفس الوقت سفاره المغرب كتطلب ان اليونسكو تلقى شي حل لهاد السرقات وهاد السطو على التراث ديالنا اللي مسجل في جميع المنظمات ومنهم المنظمه اليونسكو، وكتقول ان هاد الشيء هذا خاصو حل. ويلي على كتقول كنقول انا ايوا حنا هادشي اللي كنا كنتسناو، هذا اقل ايمان. بقى الوزاره ديالنا خاصها تخدم خدمتها وتزيد خدمه على خدمه، وخصها تبين للمغاربه انه حنا على حق. هادشي هذا اللي كنديرو فيه على حق، لان هاد السكوت ديالك كيبين لنا اننا ماشي على حق. خاصكم تقلبوا على الحلول اللي غادي تقدروا ديروا. خاصكم تخدموا الملكيه الفكريه باش نحبسوا هذا الشيء هذا نهائيا، حتى حنايا عيينا وما بقيناش بغينا نشوفوا حوايجنا وتراثنا وتقاليدنا كيتحطوا في دول اوروبيه او ما نعرفت فين، في اي بلاد ولا دول خليجيه ولا اي بلاد، وكيتنسبوا لدوله واحده اخرى.